نستمع معا إلى كل ما قدمه اللاعب سفيان فغولي في مباراة السنغال من الناحية الدفاعية وكذلك الهجومية. أولا في الدفاع قام بدور كبير في الاسترجاع وعمل على افتكاك العديد من الكرات وتعطيل هجمات الفريق المنافس. ومن أبرز الأدوار التي قام بها في هذا اللقاء هي مراقبة مفاتيح اللعب للفريق السنغالي وخاصة صانع اللعب. وبالرغم من ابتعاده عن الفريق الوطني الجزائري لمدة طويلة إلا أنه استطاع أن يربح جميع المواجهات تقريبا مع لاعب الخصم في منتصف الملعب. تأمين الدفاع وإعطاء الظهير الأيمن يوسف عطال حرية التقدم للأمام دون قلق. التحول السريع إلى الدفاع في حالة فقدان الكرة ومحاولة تأخير هجوم الفريق المنافس. أما من الناحية الهجومية قدم سفيان فغولي دورا كبيرا أيضا، فقد شارك بشكل أساسي في بناء الهجمات وصناعة اللعب، كما كان له دور كبير في بدء الهجوم المرتد السريع. وكذلك كان له دور مهم في اختيار الاتجاه الأنسب لبدء الهجوم، وما ساعده في ذلك هو الذكاء الذي يتمتع به هذا اللاعب وكذلك الخبرة الكبيرة. ومن أهم العوامل التي منحت التفوق للفريق الوطني في وسط الميدان خاصة في الشوط الثاني هو عدم تضييع لاعب سفيان فغولي للكرات في وسط الميدان بسبب المراوغة أو سوء التمرير. باختصار، أدى سفيان فغولي دور تكتيكي في المباراة على أكمل وجه. جمال بالماضي يفتح النار على المسؤولين ويقصف بالثقيل. هذه الناس لازم يحشموا على أرواحهم يحترموا نفسهم. في تصريح له لوسائل الإعلام الجزائرية قال جمال بالماضي: من المفروض أن نلعب مباراتين وديتين في شهر أكتوبر، ولكن لا يوجد شيء مؤكد لأنه ليس لدينا رئيس اتحادية إلى حد الساعة. وبخصوص التربص قال المدرب الوطني: كان هذا التربص صعب للغاية بسبب سوء التنظيم، فمن غير المعقول أن يركب الفريق الطائرة 4 مرات من أجل لعب مباراة في بلده، هذا أمر غير طبيعي. لقد كان الأشخاص المعنيون يعرفون منذ شهرين أننا سنلعب في عنابة، ورغم ذلك فإن الملعب لم يكن جاهزا. لم نتمكن من التدرب في سيدي موسى لأنه كان في حالة سيئة، وأكثر من ذلك أرادوا أن يجعلوني مسؤولا عن حالة الأرضية في الجزائر، كما لو كانت وظيفتي هي البقاء هنا 24 ساعة في اليوم ومراقبة جميع الأراضي في الجزائر. وقال الناخب الوطني أيضا: يجب على الجميع تحمل المسؤولية والقيام بعملهم، لأن ما يحدث هنا خطير للغاية.